المهم سعد باشا زغلول بهيئته الجميلة لبس بدلته والسديري والكرافتة طربوش، الهيئة اللي كلنا نعرفه بيها، ركب عربيته، كان وقتها اللي نقدر نقول عليها حنطور، عربية بحصان، عشان يتوجه إلى السير وينجت. الحقيقة كان ده شكل المركبات وقتها، وسعد باشا زغلول بالحصان الواحد ده قدر ان هو يغير التاريخ المصري. احنا دلوقتي بندور على عربيات لغايه 200 حصان و180 حصان، لكن حصان واحد كان في عربيه سعد باشا زغلول ادى الى انه يتحرك للقياده البريطانيه، يطالب بالاستقلال. حصل شد وجذب كتير في هذه الجلسه، لكن في النهايه السير وينجت الحقيقه ما قبلش الطلبات دي ورفضها، وكان ده الديبيت او الحوار ما بين القيادات وقتها. طيب لو السير وينجت ما قبلش العرض بتاعنا باننا نروح لندن او نروح فرنسا مؤتمر الصلح، هنعمل ايه؟ ده كان السؤال الكبير.